اللي بيحصل في مدرسة المنيرة الإعدادية حاجة صعبة ما تتصدقش ومؤلمة جدا لأي حد عنده ضمير. تخيل إنك داخل مدرسة المفروض إنها مكان أمان وتعليم وتربية، وتلاقي المدرسين ماسكين شوم وبينزلوا بيها على الطلبة وكأنهم في معركة مش في فصل. القصة بدأت لما انتشر فيديو من جوه المدرسة باين فيه صوت صريخ الطلبة والناس بتحاول تبعد الولاد، مدرسين بيضربوا من غير أي رحمة. لكن الصدمة الكبيرة كانت لما اتكشف إن في طالب إيده مكسورة والمدرس بدل ما يراعيه أو يخفف عنه راح ماسك الشومة وضربه على إيده التانية. يعني الولد اللي المفروض بيتحمي اتضرب على إيده السليمة كمان. الناس اللي شاف الفيديو اتجننوا وبدأوا التعليقات تنزل عليهم زي المطر، وبدأوا يقولوا فين الإنسانية وفين الرقابة؟ ازاي مدرسة تبقى ساحة عنف بالشكل ده؟ الواقعة دي حصلت في يوم دراسي عادي، لكن اللي اتشاف الفيديو كان صعب قوي يتصدق. الطلبة بيجروا وبيصرخوا، المدرسين نازلين عليهم بالعصيان والشوم في منظر أقرب لمعركة مش مدرسة. الناس أول ما شافوا الفيديو قالوا هو ده تعليم ولا تعذيب؟ اللي خلى الغضب يزيد أكتر إن الطالب المصاب ده كان معروف بين المدرسين إن إيده مكسورة من قبل كده، ومع ذلك اتضربوا كأنه مفيش حاجة. وفي كمان شهود من جوه المدرسة قالوا إن العنف بقى حاجة شبه يومية هناك، وإن المدرسين بيعتمدوا على الضرب كوسيلة تأديب، واللي يعترض بيتعاقب أكتر. لدرجة في أولياء أمور راحوا واشتكوا بنفسهم وقالوا إن ولادهم بيرجعوا من المدرسة بإصابات وكدمات، لكن محدش كان بيتحرك. طبعا الواقعة دي ضد كل اللي قالته وزارة التربية والتعليم، واللي أعلنت قبل العام الدراسي إنها بترفض كل أشكال العنف والضرب ضد الطلبة، وإن أي حد بيثبت عليه استخدام الضرب هيتم تحويله فورا للتحقيق وممكن يتوقف فيها عن العمل. بس رغم كده الناس لسه مش مطمنة وبيسألوا لحد امتى هنفضل نسمع عن مدرسين بيضربوا الطلبة بالشوم؟ ولحد امتى هيكون الخوف هو الطريقة اللي بيتعلم بيها أولادنا؟ وقعت مدرسة المنيرة لازم تكون جرس إنذار حقيقي مش بس للوزارة لكن لكل المدارس والمدرسين، عشان يعرفوا إن التربية والتعليم عمرهم ما بيمشوا بالعصاية لكن بالعقل وبالرحمة.